ذكرنا في الحلقة الماضية قصة ذي القرنين، ذلك الملك الصالح الذي تجول في الأرض يدعو إلى الله جل وعلا. ردوا ملك صالح خارج تيدير الدعوة والتبليغ. خطر. تي المسلمين شحال صعاب ولا ذو القرنين ردوه ملك صالح تيجوا بالبلاد تيدعوا الله خارج مع أصحاب الدعوة والتبليغ. هذا سميته نبيل العوضي، هذا شيخ معروف. ومن قصص رحلاته ذكرنا قصته مع القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، وأخبرناكم كيف بنى السد بالقوة التي أعطاه الله عز وجل إياها. بنى السد بين الجبلين فحجز أمة من الأمم. أي أمة؟ إنها أمة المفسدة في الأرض. فين كاين هاد الجبال هادو وفين كاين هاد السد هذا؟ جوجل ماب مازال ما لقاوهمش، عياو ما يقلبوا جوجل ماب، جوجل ايرث، النازا تصاور الساتيليت، الروينات، الطيران، صور الساتيليت، القمر الاصطناعيه، مشاو دابا تيديروا الماب ديال مارس صوبوها مارس تيديروا التصاور وتيديروا لك الماب ديال مارس وما لقاوش السد ديال سيدنا ما لقاوش. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فسادهم عظيم، فسادهم رهيب، ولهذا حجز عنهم بذلك السد الذي بناه من حديد ونحاس. فما قصة يأجوج ومأجوج؟ ومن أين جاءوا؟ ومن هم؟ وما أشكالهم؟ قل لنا أخوي. يأجوج سمي يأجوج ومأجوج من أجة النار أجيجا، أو يقال للماء المالح الماء الأجاج شديد الملوحة. وكذلك إذا ماجت الأرض أي اضطربت، ولهذا جاء في الآية حتى يعني إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج ماجت الأرض، ماجت النار من موج المياه أي ملوحة. وصافي طلقنا من الناس مصوبين هادو من العافيه زيد، حنا ما مسوقينش لهم، يكونوا مصوبين حتى من الكرتون، ما عندنا حنا حتى شي اشكال، بغينا نعرفوا القصه ديال هاد الناس هادو. وجالس يفسر لنا المصطلحات، يأجوج أجت الأرض ماء أجاج الملحة الزعتر الكمون، واطلق اللعبة صاحبي. يقول لنا هاد يأجوج ومأجوج شنو الاستوار ديالهم؟ مال هذا؟ روحتها الله أعلم من أي الأسماء اشتقت، المهم أنهم قوم اسمهم يأجوج ومأجوج، عددهم رهيب. ليس ما عارفش هو بان يأجوج ومأجوج راه كاينه في الكتاب المقدس، كاينه غوغي ماغوغ، وما عارفش بان راه جايه من التسميه غوغو. المهم الله سماهم يأجوج ومأجوج، يلا لقاها الله في الاسلام زيد بالعدد القليل. حتى جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر عن مشهد من مشاهد يوم القيامه. قال: ينادي الله عز وجل آدم فيقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، أي يستجيب لربه جل وعلا، والناس يستمعون. بلاتي هذه ديما انا تنتسائل فيها، يعني واش بصح تيهضروا بالعربيه هاد الناس هادو كاملين؟ يعني دابا ادم تيهضر يقول ليه لبيك وسعديك، ديما هاد الهضره هادي يعني واش مترجمه ولا غادي يقولها بصح هو؟ يعني يقول لي ادم دابا اللي عنده شحال في الطول ديالو، شي كيلومتر ولا ما نعرف. مايكل في اي بي، حنا في قيصه وداير لي هنايا واحد السؤال قلت التران: ما رايك في النظام الاستيربراطي الذي دمر النظام الاوروبي وخاصه بعد دخول اللاجئين؟ خبي هذا السؤال حتى الغدا اخويا مايكل في اي بي، الله ينعل دين ربايب بربك. ولا نهار يدخل الله يدو في جهنم ما نقولهاش لك. نمشي بوحدي نطرطق البكارات. وراه هادشي لا يوقع الاخوان، راه كاين شي وحدين اصاحبي غادي يهزهم الله من جهنم، ما عمرهم يعني كفار، وغادي يمشيو حتى هما يطردقوا في البكارات وبخير. وهذاك مسكين اللي كان تيصلي وتيصوم وداك الشيء، عرفتي شحال زوينه تكون الجنه بصح وتلقى راسك انت تتنكح حدا ابو بكر البغدادي. فيقول الله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار، أخرج أهل النار، أبعدهم، صنفهم. وآدم عليه السلام وهو في السماء يرى ذريته من أهل الجنة وذريته من أهل النار. فيقول الله لآدم: أخرج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: وكم أخرج يا رب؟ يعني أنا ما أعرف عدد.
تيجيكم الاخوان داك ما دابا تيعاود على هادشي، تجينا انا جهنم وداك الشيء بحال شي برمه، الله وادم دايرين بشي برمه وتيقول لي حيد منا العشوب والاخر تيشوف، يعني كيفاش داير هادشي هذا عندكم نتوما؟ فهمت والله العظيم اللي حاطين شي برمه وتيهضروا عليها وداك الشيء، يعني جهنم معهم الدريه ديالك. شنو واش تتفرجوا في شي بيسي ولا طابليت ولا شنو واقع؟ والله عز وجل هو العليم هو الحكيم. يقول الله عز وجل لآدم، شوفوا شو يقول أخرج من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. صافي قلبوها إلحاد الخوت وصافي. عطي واحد من 1000 ولا يدخل الجنة، قلبوها إلحاد الخوت وداك الشيء. راه من بعد يقول باينه، غادي يقول لنا الحديث معروف، يقول بان راه اغلبهم ياجوج وماجوج يعني. المهم دار الهده للمسلمين دابا، دار لهم الهلع. زيد. فذاك يوم يشيب فيه الولدان وذاك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وذاك يوم عظيم فيشتد الخطب على الناس فيقول الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ واحد من 1000 999 في النار وواحد في الجنة، إيش هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. بالله تحبس، يعني الحسبة غلطة، يعني جهنم كلها يأجوج ومأجوج والجنة كلها مسلمين، يعني واحد ما يمكنش، يعني كل شيء غادي يعني لا يدخل جهنم غير يأجوج ومأجوج. هو صافي الإخوان، راه حتى حنا غادي نمشيو نتبرعوا. أي هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الذي يخرج منه أهل النار، من ذلك المجموع، من ذلك الجزء من البشر. ترى 999 لستم أنتم، المقصود الذي ينادى آدم أن يخرجه هم قوم يأجوج ومأجوج. وتخيلوا لو كان عددهم 999 وحنا واحد، تخيلوا بزاف كم سيكون عددهم في ذلك الزمان الذي يخرجون فيه. ولهذا لما اوكي يا سيدي، حنا بلا ما نمشيو للمستقبل نهضروا على دابا. حنا دابا 7 المليار، ضرب 7 المليار. فينا هو سكيبتيكون ديال الكلبه هو اللي صعيب في الماط. ضرب لنا 7 المليار في 999. يلا شي واحد يضرب لنا 7 المليار في 999 الخوت، شوف شحال. واش الكالكيلاتريس ديالو غتخرج ليه النمره ولا لا؟ واحد كتب 7000 مليار يعني 7 تريليون. شحال شحال من تريليون تما؟ فين كاينين هاد الناس هادو كاملين سد عليهم في السد. فين كاينين؟ ساكنين وسط الارض. فين كاين هاد الناس هادو؟ ربما غادي يشرح لنا من بعد. زيد. بنى السد ذو القرنين قال هذا من فضل ربي، ذلك ما مكنني فيه ربي، هذه نعمة من الله عز وجل، لست أنا الذي بنيت السد بينكم وبينهم، الله أعطى القوة لذي القرنين. ثم قال فإذا جاء وعد ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أي هذا من علامات يوم القيامة، ليس الآن. إذا جاء وعد ربي أي إذا اقتربت الساعة وجاء أشراطها جعله دكا، دك السد هذا كله. اوكي فينا هو السد. هذه داك اللي تيبقى، داك اللي ما تيبغيش يتزاق،
تعرفوا ديك اللي ما تيتزهقش معاك، تتعاود ليه شي قصه وتتعيا ما تنسي فيه وتيبدا يرجع لك ديما اللور، ديما كل مره تيقول لك وفينا هو السد. هادشي اللي غنبدا ندير ليه انا واقيلا هاد السلسله، هاد الحلقه كامله نبقى نقول لها هاد القضيه، نخليه دار بدا يهار ناط ويسالي وغايسالي نقول له وفينا هو السد. السد في سيبيريا موراه سبع شحال من تريليون، موراه 7000 مليار ديال هاجوج وماجوج في سيبيريا، ورا الارض كاع ما تهزهم. واش فراسكم بان الارض عندها واحد الطاقه احتماليه؟ الارض شحال من واحد يقدر يكون فوق الارض؟ راه ما يمكنش، راه داك العدد كثر بزاف. يعني خصنا نكونوا دابا تنعفطوا على هاجوج وماجوج، تنعفطوا عليهم دابا، يعني من غير الا كانوا وسط الارض، هذه هضره اخرى. لكنه الى الان لم يدك. يأجوج ومأجوج قوم الصحيح بالأدلة، بلاتي الأدلة. أصلا السد كاين ما بين جوج جبال، واش الجبال كاينين وسط الأرض؟ يلا حلوا هادي، كاين بين جبلين كاين السد، حيت الجبال زعما باش يسد عليهم زعما، فهمتوا؟ فينا هما هاد الجبال هادو؟ أول مرة أنا نسمع كاينين الجبال تحت الأرض. فين؟ عايشين في العافية هادو؟ ما تيتنفسوش؟ اوكي ماشي مشكل، كمل. أنهم من ذرية آدم، ولعل البعض يستغرب. نعم، ومن ذرية آدم، باش ما يجيش شي واحد يقول لك راهم مصوبين من العافية، ولا راهم عندهم شي سيستيم ديال التنفس في شكال ولا شي حاجة. من ذرية آدم، من ولاد آدم، عندهم نفس الأدي إن ديالنا حنايا، يعني تيبولوا تيخراو تيولدوا تيموتوا. زيد. من ذرية آدم يعني من بني البشر، ليسوا مخلوقات فضائية كما يزعم البعض، وليسوا حيوانات، وليسوا من الجن. قول لهم لا، هم من ذرية آدم عليه السلام. لكن خلقهم يختلف. أيوة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغار العيون، ذلف الأنوف، عراض الوجوه. صغار العيون، ذلف الأنوف، وسع الدبور. ديما هاد المواصفات هادي بحال اللي تيعيشوك في لورد اوف ذا رينجز كما قال خلاها سكيبتيكون وصافي، تتحس براسك تتفرج في شي جيم اوف ثرونز ولا شي كأن وجوههم المطرقة لهم صفة تشبه في ذلك الزمان أهل الترك. صفاتهم لهم ميزة في أشكالهم، عندهم فساد لا يعلم به إلا الله. أتراك هذول الكلام. إذا أخرجوا على البشر لا يدعون أخضر ولا يابس إلا وأتلفوه. وسوف نعرف في آخر الزمان إذا خرجوا ماذا يصنعون. يأجوج ومأجوج الآن محبوسون في مكان في الأرض، عددهم رهيب، فسادهم عظيم. وعددهم راه ماشي رهيب، راه مستحيل العدد ديالهم. قال لك عددهم رهيب، باغي يدوخنا زعما بديك عددهم رهيب، زعما راه واحد 5000 واحد وداكشي، والعدد مستحيل ماشي رهيب. زيد. والغريب أن العالم اليوم بالتكنولوجيا التي يملكها والأقمار الصناعية والأشعة والأجهزة والمسح الضوئي على الأرض كلها، السؤال ما بالهم لم يكتشفوا مكان أولئك القوم؟ اشرح لنا الشيخ يلا. قد يقول البعض: لا، نصدق العلم البشري ونكذب القرآن ونكذب السنة. أويلي، ما نصدق القرآن والسنة، نصدق العلم. نقول لا، ما في شيء اسمه يأجوج ومأجوج. ويلي حشومة. نقول لأولئك الذين لا يؤمنون أصلا بالقرآن والسنة، أولئك الذين ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، نقولوا لهم روحوا تقودوا. هذه هي اللي باغي يقول دابا، ولكن يقولها بطريقة إسلامية. بل كذب علم البشر وصدق القرآن وصدقت السنة. نعم، صافي سالينا. القرآن والسنة إخوان، صافي هزوا سجاجتكم، هزوا زرابيكم، جمعوا الحقائب ديالكم، ونتلاقاو غدا إن شاء الله. صافي رسالة الحلقة هنا فاش سالها هو. واش بغيتو مازال؟ واش مازال تتسناو ولا شنو بغيتو؟ صافي راه سد عليكم، هنا سدات مدام. والسنة لا يتخلفان أبدا. قد اليوم ما نرى
لكن يوم من الأيام إن أحيانا الله سنرى الأمر على وجه الحقيقة، ولتعلمن نبأه بعد حين. سنريهم آياتنا في الآفاق، سيري الله عز وجل البشر آياته، ويخرج يأجوج ومأجوج ومن كان مكذبا بهم فسيهلكه الله عز وجل. لكن أهل الإيمان تصديق أي شيء يأتي به الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه فإننا نصدق ونسلم. نسلم والله مهما ذكر القرآن فإنه صادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بحديث صحيح روي عنا بحديث صحيح إلينا حديث صحيح حديث. أنا أخو الإخوان والله لا تيبقاو فيا المسلمين بسبب هاد القصص هذه، تيبقاو فيها تجيكم غريبة ولكن أنت تيبقاو فيا المسلمين. تصور المسلم بزز منه يآمن بهذا الشيء هذا، يعني ماشي مسألة بزز منه يآمن بهذا الشيء هذا، بزز منه يآمن بهاجوج وماجوج، بزز من راه تنقولها بالعاني هاجوج وماجوج. لا يجي شي واحد يقول لي وانت ما تتعرف تنطقهم، راه سميتهم يأجوج ومأجوج، انت تتقول لهم هاجوج وماجوج، ما تتعرفوا حتى اللغة العربية وتنتقدوا الإسلام. راه تنسخر تنضحك، إن بالدارجة تجي زوينة هاجوج وماجوج، راه اسمها يأجوج ومأجوج. نقولها لك حتى بأبو كليبة صافي نسدوا هذه، حيت كاين شي ناس ديما تيبقاو لاصقين في ديك السفايف تلصقوا في السفايف. يا ويلك الا نطقتي شي حاجه غلطه مثلا ولا شي حاجه زعما راه مهم، خاصك تكون انت تتعرف يعني عاد تقدر تنتقد. كما قلت لواحد في الفيسبوك ولا ما عرف في اليوتيوب، قلت له هو صافي المسلمين ما خصهمش يبقاو ينتقدوا المسيحيه واليهوديه تيوليو تيتقنوا العبريه واليونانيه. الا جينا نطبقوا نفس المنطق كاينه ولا ما كايناش؟ ما عمر شي مسلم خصو يهضر على المسيحيه واليهوديه تيتعلم العبريه واليونانيه. سينو علاش تتهضر على واحد الحاجه انت اللغه ديالها ما تتعرفهاش؟ فالمسلمين تيبقاو فيا. دابا انت مسلم، دابا انت الوالده ديالك، انت خويا الملحد، خويا بحال خويا الفلاح خويا الفلاح، خويا الملحد، دابا انت الوالده ديالك تتامن بهاجوج وماجوج، شي على مصيبه كي دايره. الوالده ديالك اللي تطيب لك ومهليه فيك وتتامن بواحد الناس عايشين في شي بلاصه. انا الوالده ماتت تنيت تنعطي غير مثال، انا راه كل شيء انكلي، انا كل شيء انكلي. فتتامن بواحد الناس عايشين في شي بلاصه ما لقاوهمش الناس، يعني الاقمار الاصطناعيه وكل شيء والمسح الضوئي كما قال الشيخ ديالنا ما لقاوهمش، ولكن الشيخ تيقول لنا راه واحد النهار غيلقاوهم. يعني بحال هاد الناس هادو راه انفيزيبل، فهمتي؟ هاد الناس انفيزيبل. يا قلتي لينا من بني ادم، من بني البشر، يا قلتي لينا عينيهم صغار وشويه هادي ومساخط الوالدين، ياك الاعداد ديالهم بالملايير. واش هاد الناس انفيزيبل؟ وخصهم يكونوا انفيزيبل، لان الكره الارضيه عندنا تنشوفوهاش في كيفاش دايره. هاد الناس هادو انفيزيبل ما تيبانوش، ولا كانوا انفيزيبل اذا من ماشي من بني ادم. ولكن حنا خصنا نتيقوا، المسلم خصو يتيق الله. اذا بما ان المسلم خصو يتيق الله، خصو يبقى يعيش بهذه الفكره ديال ان راه غادي يجي واحد النهار اللي غادي نكتشفوا فيه ياجوج وماجوج، وهذاك النهار غادي نزيد. صحيح، الا هو وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي نعم. بل الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مش النوال. يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته زينب بنت جحش فقال لها ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. للإشارة فقط الإخوان، هذا الحديث هذا هو اللي غادي تبدأ به الحلقة الجاية. الشر قد اقترب وويل للعرب من هذا الشر. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا. السد بدأ الآن ينخر. القصص ديال أم الغولة، قال دابا الرسول كان ناعس، ايوا ناض وجهه احمر مزنق، وناض تيقول لها زينب، خسر الرسول زينب راه هاجوج وماجوج راه زين. قالت لي
قلت لي هي كيفاش رسول الله؟ راه تقبوا واحد التقيبه، راه ما بقى لهم والو يجيو ياكلونا. بحال هكا تقريبا، فهمتي؟ قال لهم راه بداو يتقبوا يعني. وات فاك، هذا راه حديث صحيح، حديث صحيح، راه هكا، راه كما قالوا الشيخ: ويل للعرب من شر قد اقترب. هادشي اللي قال الرسول، ناض مفعفع هادي مخلوع هادي، قال لهم ويل للعرب من شر قد اقترب. هي قالت لي كيفاش؟ قال لها راه ودي راه تقبوا واحد التقبه ودار الا درتي صبعك في الصبع ديالك ديال السبابه اللي تتسبح به، تحية الله زكية الله طيبة الصلاة على الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا وعلى هكا تتصلي انت ديما، داكشي علاش وليتي ملحد. فهاد السبابه هذه الا لصقتيها مع الابهام، تدير بحال الزيرو. الابهام هو الصباع الكبير ديال يدك، تعرفوا، لا ابهام لا سبابه لا والو. المهم الا لاصقتيهم تيعطيوك بحال الزيرو في يدك، ياك؟ هذيك هي التقبه اللي تقبوا يهاجوج وماجوج، هي قدر هذيك التقبه هي اللي تقبوا. فبداو دابا تيتقبوا، يعني هذه نضيفوها لذاك علامه الساعه، والرسول كان تيعتقد بان راه ما بقى والو يسالي الحزق كامل. فهو نايض خالع زنوبه، قال لها اودي اختي زنوبه راه ما بقى اش من اختي، قال لها زنوبه راه ما بقى والو، راه بداو يحفروا، راه تقبوا قد هكا في السد، يعني السد راه كاين وتيتقب دابا. ميرسي اخويا شابو، هذيك اللي دار صابو هي اللي دار محمد. عهد النبي فتح قدره هكذا، وكل تقباو على حساب، فهمتي؟ تقابي راه فليكسيبل ابو القيس، يعني التقبه اللي عنا الرسول ما نعرف. فقالت زينب رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، فينا العاب. هي قالت لي زعما غادي واش يخليو ضربونا ومعنا الناس اللي صالحين وناس مزيانين وداك الشيء. فهو غادي يقول لها بان ما هو يقولها دابا، يقول لها بان اذا كثر الفساد العابدون، فينا المخلصون، فينا المتصدقون، فينا الصائمون، فينا الراكعون الساجدون. أيوة. هؤلاء ما ينفعون إلا أنفسهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال نعم، يعني نهلك وفينا الصالحون، بشرط إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث في أمة الإسلام وفي أمة العرب خلاص هلك الناس جميعا. ما يشفع لهم أن فيهم إنسان يصلي، فيهم ناس تتصدق، فيهم ناس تقرأ القرآن، فيهم أناس يذكرون الله، بل قد يبدأ العذاب بهؤلاء. ليش؟ لأنهم ما تحركوا وما تكلموا. يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم في هذا السد، وبدأ السد ينخر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا البعض 1400 عام هم تيتقبوا هادو، وكون جابوها شي حداد من المغرب، كون جابوا داو غير شي سيكليس من المغرب كراري بالصور كامل، عطيه غير كويس داتاي وشي معقوده وتشوف يفرزك. بعض منا لا زال غافلا، لا زال في غفلته، لا زال لم يستعد لزمان يأجوج ومأجوج. السد الذي بناه ذو القرنين بين الناس البشر جميعا وبين يأجوج ومأجوج نخر، فتحت في. شوف دابا تصوروا الاخوان، حياتكم انتوما، حياتكم تتفكروا في التقبه ديال هاجوج وماجوج. دابا تصور حياتك، الضياع اللي عندك في حياتك انت، انك تتفكر هاجوج وماجوج شي ناس غيخرجوا غادي ياكلوك، تيتقبوا في الصور وغادي يخرجوا. تصور حياتك دايره بحال هكا، تصور يعني ما تتفكر حتى شي حاجه اللي تفيدك في حياتك، شي حاجه زوينه، لا، تتفكر في التقبه هاجوج وماجوج. حياتك دايره على التقبه، خاصك تستعد نفسيا للتقبه هاجوج وماجوج. انا كمسلم تنستعد للتقبه هاجوج وماجوج. يا ربي هاجوج وماجوج راه بداو يتقبوا، ناري التقبه ديالهم قداش ولات، ناري التقبه ولات كبيره، ناري بداو يخرجوا، ناري غادي يجيو ياكلونا. واش هذه حياه ولا نمي الزبل هذا؟ في فتحة، والقوم يحفرون كل يوم وهم مفسدون في الأرض، والله لن يدعوا فيها صغيرا ولا كبيرا، رجلا ولا امرأة، أخضر ولا يابس، بل البحيرة بأكملها يشربونها. شنو هو؟ قال لك غادي يشربوا البحيرة كاملة. هذا الناس غفلة. اقترب للناس حسابهم
وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم دابا راه دوك المنقبات وداكشي اللي عزيز عليهم العواضي راه جالسين تيديروا المسح الضوئي لتحت. محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم غفلة له. خاصك تمشي ديما مع الوترة فهمتي. لاهية قلوبهم الوترة. ساكن قال لك سؤال قيم، واحد السؤال قيم خصنا نقيموه ديال الاخت بلقيس. قالت لك دابا هذا هاجوج وماجوج راه كفار، وعلى ما يبدو راه كفار حتى واحد فيهم ما تاب. وقيلا معاهم شي مؤمن هما تيحفروه هو تيدوز المرطوب من بعد. دابا تصور تجيب انت شي واحد ما عمرو سمع بالاسلام وتعاود ليه جيبو مسلم ماشي تجيب شي واحد ماشي مسلم، جيب واحد مسلم ما عمرو سمع بها جوج وماجوج، ما عمرو سمع بهم مسلم. وكاينين عادات منه بزاف د الناس ما عمرهم سمعوا بها جوج وماجوج. تجيب انت واحد مسلم ما عمرو سمع بها جوج وماجوج وغادي تقول ليه المسيحيه فيها الخرافات بزاف اصاحبي، يقول لك راني عارف اصاحبي، هو راه ما عارف والو ولكن ماشي مشكل، يقول لك راني عارف اخواتك على الخريف عندهم وداكشي. تقول ليه اسمع واحد القصه لقيتها في الكتاب ديالو ما تخرب الضحك، غادا تعاود ليه جوج وماجوج تلقى السيد تيبكي بالدموع بالضحك، في الاخر قول لي هذا هو الاسلام ديالك. بعد يأجوج ومأجوج يوشك أن ينهار السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. حذرهم ذو القرنين سيأتي يوم السد ما راح ينفعكم، سيأتي يوم ينطلقون في الأرض وتخيلوا آلاف السنين محبوسين، آلاف السنين هم محبوسون في ذلك المكان. ماذا تتخيلون أنهم سيفعلون إذا هدم السد أمامهم؟ بلاتي راه كاينه مشاكل تقنيه كثيره مع هاد الخرا. عرفتي شحال من مشكل عندنا؟ سؤال يديك لسؤال. دابا هاد الناس مسدود عليهم بالسد ياك، هاد السد بين جبلين يعني هما كاينين في شي بلاصه موقع. بلاتي يا مايكل في اي بي اصاحبي علاش تتسبق الاحداث؟ مازال دابا حنا خصنا غير في الجغرافيه بعدا هي الاولى، عاد نشوفوا الماكله والشراب والنكاح والملبس والمشرب والمسكن. حنا دابا في الجغرافيه دابا هاد الناس هادو راه تيتكاثروا، معروفه تيتكاثروا، ما غاديش يبقاو هما تيتكاثروا تيتزادوا. ايوا هذيك البلاصه ما تقدهمش. واش ديك البلاصه تقدهم؟ واش تيبنيو لي زيطاج؟ ما تقدهمش البلاصه. واش هاد الناس ما تيموتوش؟ فين تيدفنوا راسهم؟ واش هاد الناس ما تياكلوش؟ منين تيجيبوا الماكله؟ واش هاد الناس ما تيتناكحوش؟ فين ساكنين؟ يعني مش واحد الضحى. عرفتي شحال ديال المشاكل التقنيه، يعني سؤال مور سؤال مور سؤال مور سؤال مور سؤال ما غاديش ما نتسالاوش. يعني اسئله لا تعد ولا تحصى. يعني يكون الا عندهم بلاصه محدده غير الخرواني غادي يقتلهم. تصور البول الاخرى انت عايش في البول الاخرى والناس تتكاثر وتتولد وتتكاثر وشنو تياكلوا؟ واش تياكلوا بعضياتهم؟ واش تياكلوا الصور؟ ومشاكل هذه ياك هما من بني ادم تياكلوا تيشربوا تينكحوا تيبولوا تيخراو حاجاكم. ربما يقول لنا العواضي من بعد شنو كاين ما عرف. ماذا سيصنعون بالبشر؟ أين سيتوجهون في بادئ الأمر؟ ومن سيجابههم؟ وكيف سيكون القضاء على هذه الأمة إذا انطلقت تجوب الأرض كلها؟ يأجوج ومأجوج فتنة من عند الله عز وجل، اختبار. ايوا هو اذا اللي داير لنا اللعبه قال لك فتنه من الله عز وجل، وعلاش اخو داير لنا هذا الصداع هذا؟ حنا عايشين بخير ما خصنا حتى حاجه. علاش داير لنا انت هاجوج وماجوج وخالعنا بهم والتقبه والحفره والسد؟ حنا فين مسوقين لهذا الشيء هذا كامل؟ واحد عايش حياته بخير يبقى يفكر في هاجوج وماجوج. نار للبشر، من سيصبر، من سيتحمل، ومن سيستسلم أمامهم، ومن سيقف في مواجهتهم. خلكم وإيانا نكمل قصة يأجوج ومأجوج لكن بعد الفاصل.
قرآننا يروي الفضائل. شوف دابا الملايين ديال الدولارات اللي تتخسر على هاد الخروط. ودابا تصوروا دابا السيد مخلص والاستوديو والاناره والمهندسين والتلفازه والقناه والويل الكحل باش يعاود لك قصص ديال امي الغوله. يلا باش يعاود لك قصص ديال امي الغوله. يعني كون جابوا استاذ جامعي في اي مجال وخسروا عليه دوك الفلوس وبدا يقرب العلم للناس كنا غادي نستافدوا. ولكن انت تتشوف يعني هما جايبين لك خروطات يعاود لك قصص ديال امي الغوله على هاجوج وماجوج تيحفروا تقبه في السد، سد عليهم ذو القرنين بين الجبل. ما اللي شاف شي يقول الله يستر. قصة من وحيها عبر حوت معناها ما فين كاينه. قصص روائعها يشع سناها. حوت عقولنا. زيد. جاء في بعض الأحاديث أن يأجوج ومأجوج وهم يحفرون كل يوم في هذا السد فيخرقون هذا السد ويصلون إلى مرحلة يوشك أن يهدم هذا السد. صافي راه قريتها هاجر، راه قريت داكشي اللي كتبتي يعني بلا ما تعاودي، راه اثرتي في النفسيه ديالي. راني دابا جاياني البكيه، عيني تغرغروا غراو راقت عيناي بالدموع. فيأتيهم التعب والنصب. ويا خويا تنعرف دجالينو. علاش خويا بوسبيبه تنعرف دجالينو؟ وي ما تنعرفوش شخصيا، تنعرفو كإنسان. اجي عنده دابا كيفاش نجي عنده دابا؟ ما فهمتش فين. واش انت تيصحابك الروم راه مصوبه بالياجور ولا خرقي بمعانه؟ ما فهمت والو اخويا ابو سبيب، اشرح مزيان بالعربيه. فيقول بعضهم لبعض لنذهب وننام ونكمل غدا. خلاص من شدة التعب الله عز وجل يعني قال لهم داك عدلي منصور يأجوج ومأجوج هو الإنسان المستنسخ. منين جايب هاد التخرميز هذا؟ يأجوج ومأجوج راه كاينين من عهد ذو القرنين، راه ماشي إنسان مستنسخ. وهي عارفه مايكل في اي بي راه تيديروا اسماء تيبدلوها، وراه كاينين هما اصلا ماشي مستنسخين هذا يستنسخوهم ولا هذه كي داروا ليها يعني منين جابوا هذه الهضره هذه؟ وهو على ما يبدو انه الاسكندر المقدوني، طبعا لان الاسكندر المقدوني كاينه بعض الاساطير اللي تتكلم على داك الشيء اللي قال القران انه فعلا جاب الارض شرقا وغربا وداك الشيء، فهي مستوحاه من الكسندر المقدوني. غير في الروايات ديال المسلمين ما كاينش الذكر ديالو شكون هو، يعني يذكرون انه ملك صالح دايرين لك ديك اللعبه ديال عبد ديال شنو تيسميو عابد في صومعه، فهمتي؟ ملك صالح كان يجوب الارض شرقا وغربا ويدعو لدين الله. تيخليك ديما القران والاسلام وداك الشيء تيخليوك ديما في الظلام باش تيسلك راسو، فهمتي؟ لأنه هو ما عارفش اصلا، هو راه ما عارفش التواريخ، ما عارفش شحال عاش الواحد، فين سكن، شنو دار، ما عارف حتى شي حاجه. فتيعطيك قصه مخرمزه وتيخليك نتايا هكاك ما تتعرف منين تشدها. ماشي بحال سميتو مثلا الكتاب المقدس يجيب لك التفاصيل، هذا ولد هذا ولد هذا ولد هذا عاش شحال من عام، هذا شنو دار، فتلقى تفاصيل اكثر بحال شي كتاب، واخا هو ماشي كتاب تاريخي ولكن تلقى بحال التاريخ. اما شو ما عليك انت من جروب ديال دجالين وابا القاسم فورنمان ما تجيش لعند اصدقاء القدام. وانا ما فهمتوش هذا من الصباح تيقول لي اجي، ولكن فين غادي نجي؟ وهذا هو اللي ما فهمتش انا. واش يعني نمشي لشي روم اخرى ولا شي حاجه ويكتب لي يقول لي راه بغينا نهضروا معاك في هذا الروم كذا وكذا، نقول ليه بلاتي نسالي من هنا ونجي نسلم عليكم، ما كاين حتى شي مشكل. حيت خربقني قال لي تتعرف دجالينو اجي سلم عليه كندير يعني صعيب التعليق في هذه اللحظات. يقدر انهم ينامون، يقول نذهب ونرتاح ونكمل الحفر غدا، ولو اكملوا غدا لانهار السد كله. اوكي دابا عرفتوا هذه القضيه هذه راه مشهوره، هذه القضيه ديال ان شاء الله انهم دابا تيحفروا حتى تيقربوا يزهقوا وتيجيهم النعاس القصه غادا وتتزيان.
تتيجيهم الناس فتنساو ما تيقولوش هما كفار وباغيين ياكلوا بنادم ودايرين الروينه والفساد، ولكن غايقولوا زعما ان شاء الله. قال لك نساو ان شاء الله، ماشي مشكل غادوز. فقال لك تينساو ان شاء الله، تينعسوا تينوضوا الصباح تيلقاو السد تسد، بحال الله تيلعب معاهم كاش الله تيلعب معاهم، فهمتيني؟ حفرتوا منعستوا انا سديت لكم، عاودوا حفروا. هذه الله مراقب غير هادشي، في عوض ما يمشي يوكل الجياع الالاف ديال الاطفال اللي تيموتوا يوميا يعطيو يدور عليهم كرواسه، يدير غير بحال سيدنا، يدير قفه ديال رمضان يدير فيها قراعي ديال الزيت وشويه ديال الطحين، داك تيعطيوهم الطحين مزيان ولا شنو تيعطي سيدنا في القفه حرير سيدنا بنينه الله بعدا كان على الاقل يدير غير داك اللعبه. فما حاضي هو السد دابا، الله دابا راه حاضي، عرفتوا دابا اللي تيسول الله شنو تيدير وعلاش وكاينين هادي والضحايا والناس تتموت، راه دابا راه الله شاد واحد الخنشه ديال السيمه تيصوب المرطوب وتيسد. هذه خدمه ديال الله. مشاكل والله الا مشاكل. ان بوز السحور بليز. كيفاش زعما فهمناش اخويا صاليروس، انت وليتي بحال داك بوسبيبه. شنو زعما بوز؟ نمشيو فحالنا نبقاو ساكتين ترحما على شي واحد، ترحما على فريد اللي مات في اورلاندو. لكنهم ما يقولون إن شاء الله. وانتم هما جوج وما جوج، وانتم فاطرين وتتمشيو تاكلوا للمسلمين السحور. علاش تتمشيو تسحروا مع المسلمين؟ مشاكل. انتم هما جوج وما جوج، تهلكون الحرث والنسل. علاش خليو المسلمين ياكلوا وانتم غادي تاكلوا غدا في الفطور ديال بصح في الصباح، تنوض مع العشرة معزز مكرم وتمشي تاكل وصافي. علاش مساكن تديو لهم ديك الميكله وتتشوف داك المسكين تيزرب تيبدا يمضغ؟ تتعرفوا المسلمين من تيبدا يودن هو يلا مازال خاشي تميرات في فمه واحد الحاله يرثى لها الاخوان والله العظيم. باقي تنعقل على شي ايامات وتيبدا يمضغ مسكين، وديك المعده تبدا تاكل الدق من السحور، تيبدا يمضغ حي على الفلاح عريش ريبه عريش ريبه هريك عندك تدير هادشي كامل بسبب واحد الحيوان ميتافيزيقي كاع ما كاين. دوزي لي اللبنه ناعمه في البطبوط فين درتو السباكيه يا ولاد الحرام؟ مسكين صافي بنادم اصاحبي مكرفس على راسه بسبب حيوان ميتافيزيقي. الله يرحمنا والله العظيم. والله يعني نعمه الالحاد والله نعمه لا يحس بها الا الملحد. راه هذا الاحساس اللي حاسين بها الخوت، وهذا تصور انك تتخرب الضحك على الاديان والالهه كل نهار وباخ ميرين ما تتحس حتى شي حاجه، شي تانيب ضمير ولا شي حاجه، وبخير عليك. وبنادم حاضي راسو وخايف. واحد النهار جا عندي واحد راجل خالتي كان اخواني تاو، عرفتي حياته كامله دوزها في تماره والروينه والجماعات الاسلاميه، وطالق واحد اللحيه وواحد الدرابل. جا عندي واحد النهار زعما تيدير لي الموعظه كنت صغير انا، كان عندي شي 14 ولا 15 عام. جا عندي قال لي سبحان الله تنبقى نتفكر في ملكوت الله، تنبقى نتفكر، تنبقى نقرا الكتب. عرفتي شي نهار صاحبي ما تنقدرش كاع نخرج، نخرج من الدار، لا الذنوب والاثام ما نقدرش، الدار ما تنقدرش نخرج منها. يعني شوف دابا هذا السيد هذا الحياه ديالو كي داير، قال لك خايف يخرج من الدار باش ما يرتكبش الذنوب. هذا عاش، مات هذا السيد، عاش واحد الحياه ديالو يعني مكرفصه. المهم ما نتشفاوش في الناس ياك الخوت، ما نتشفاوش. اهلا اختي امل، حياك الواسع. تسحرتي معيشه ضنكه. يعني هذيك انا بعض المرات تجيني واحد الافكار جهنميه، هو ان الله بصح كاين، الله كاين بصح، وتيخرب الضحك على المسلمين، يعني داير لهم نشبه. تجيني هذه الافكار هذه، ان بحال ديك اللعبه ديال معيشه ضنكا وداك الشيء راه تيخرع عليهم هما بالضحك. يعني راك انت اللي في معيشه ضنكا، يعني بحال اللي تيقول لهم اللي متبع الخريف ديالي
ومن اتبع ذكري فإن له معيشة ضنكا. بحال هكا فهمتي، راه اللي اتبع الذكر ديال الله ولا له معيشة. بلاتي نشوف إلا قدرت نامبروفيزي شي آية. ومن اتبع ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ربي بربك علاش تتآمن بالخريف؟ الله ينعل دين ربي بالرب المربرب اللي خلاك تآمن بالخريف. بحال هكا تنعس الله غادي يجمعهم يوم القيامه ويجيو المسلمين فرحانين تيقولوا ليه ربي ربي فين حوض النبي؟ قال لهم راه شتي داك الدخان ليه بحال ديك ديال الشوايه سيروا تما راه تلقاو الشوا. ف تجيني هاد الافكار بعض المرات، يعني واش الله يعني بهاد الغباء، يعني واش الله ممكن يكون بهاد الغباء اللي مصورينه به المسلمين؟ الله خدام في المرطوب. سو ستوبيد. يعني الا كان فعلا الله المسلمين بحال هكا فلا يستحق العباده ولا يستحق الايمان به. سو ستوبيد. ودابا الله دايرها جوج وما جوج وتيمشي تيسد الصور وما تيمشيو ينعسوا، هو تيجي تيتسلل وهز واحد هز السطل ديال المرطوب وتيبدا يكالي. تينوض الصباح تيقول لك وهاد زعما هاد هاجوج وما جوج لدرجه الكلاخ اللي فيهم، لدرجه الكلاخ اللي فيهم انهم عمرهم. يعني شوف دابا انت واخا تكون ماشي روطار، عندك واحد الروطار مونطالمون، يعني خاصك تكون ما فهمتش انا هاد السيد هذا دابا تيحفروا وما تيكملوش الحفره تيمشيو ينعسوا، تينوضوا في الصباح تيلقاو الصور تسد. اول نهار غادي توقع لهم ما غاديش ينعسوا النهار من بعده. كاينه ولا ما كايناش؟ نكونوا واضحين. اول نهار غادي توقع لك ما غاديش تنعس النهار اللي من موراه. و 1400 سنه هما مازال اكثر من 1400 سنه بطبيعه الحال حنا نحسبوها محمد، ولكن من ذو القرنين هما تيديروا نفس الخطا كل نهار نفس الخطا. من ذو القرنين هما كل نهار تيديروا نفس الخطا. ايوا هادو راه مكلخين، هادو راه ما عندهمش الدماغ. يعني قداش الدماغ ديالهم هادو؟ انا النهار واخا سيدي باغيين واحد الناس باغيين ينعسوا، خلي واحد عساس، واحد عساس، غير واحد كل شيء ينعس، كل شيء. واحد من هاجوج وماجوج يقول لهم انا غادي نشوف شكون اللي تيسد التقبه، انا هو اللي غنقول لكم شكون اللي تيسد التقبه. الا كانوا زعما شاكين في شي واحد تيسد التقبه زعما. دابا حنا تنحاولوا نلقاو الحلول لله ولا هاد القصه هذه المرونه. واحد يقول لهم انا غادي نحصل هاد ربايب ربو اللي تيسد لينا التقبه. وحنا اللي تنحللوا بحال هاد القصص راه حتى حنا حماق صراحه، يعني نورمالمون راه حتى حنا حماق. فلهذا إذا استيقظوا غدا وجدوا السد عاد كما كان. لما؟ ما يقولون إن شاء الله. شتي السر فين كاين؟ خاصك ديما تقول إن شاء الله. إلا ما قلتيش إن شاء الله غادي تبقى ربايب ربك 5000 عام وأنت تتحفر في التقبة. يستثنون. ولهذا يرجع السد مرة أخرى. فإذا أذن الله عز وجل أن ينهار السد ويجعله دكاء، إذا أذن الله عز وجل فإنهم يقولون نكمل غدا إن شاء الله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا في اليوم الثاني وجدوا السد كما كان في اليوم الذي قبله. شنو نوستيك سي ترومبي؟ شنو ما فهمتش. فاش غلط؟ فاش غلطت الاخوان؟ كتبتوا له نوستيك سي ترومبي يا غلط ياك. الا ما قلتيش ان شاء الله ما تكملش لك الحلقه. اي لا، اذا شاء الحاسوب اتبع هدايا. لا انا بدلت الايه. انا راه درتها بالعاني، بدلت الايه. انا درتها بالعاني، راه ماشي سي ترومبي. راه درت ايه جديده.
نعم انا راه كنت هاد الايه والصوره راه كنت حافظهم تنقراهم كل جمعه. نعم طيب ماشي مشكل سوء تفاهم. كون كانت بنت دابا كون على الاقل عطاتك ورده عطيتيها ورده انت دخلتي معها في بي ام هاو يسترموا لنا. دابا دري صافي تيقول لك صوري وصافي رحت. فيحفرون فيجعله الله دكا وينهار السد كله. متى يحصل هذا؟ فوقاش اخويا؟ ومتى ينهار السد وينطلق يأجوج ومأجوج؟ فوقاش؟ الأحاديث في آخر الساعة تبين أن زمن يأجوج ومأجوج ايوه يسبقه زمن الدجال. من خرافه يعني فهمتي؟ يعني الله تتبغي شويه تتقول راه يقدر يعطينا شي حاجه معقوله من الدجال الدنجال الصور التقبه وهاجوج وماجوج. ومهم شي في شي التلمون شي واسلام ديالنا زوين وعاش الملك وبعد الدجال يأتي عيسى بن مريم، وقبل الدجال كان المهدي موجودا. إذن هي أثناء علامات الساعة الكبرى. وي ديك القصة ديال كاليستينيس وي صحيحة نعم. كاين هذيك القصة ديال كاين واحد الرومون ديال ألكسندر المقدوني، قصة فيها التخربيق هذا ديال أنه مشى ضرب راه كاين تقدروا تداونلوديها إلا بغيتوا تقراوها. يعني امرأة صارت جدة وهي بنت 18 سنة وولدت 9 سنة ابنها فولدت ابنها 9 فهي جدة وهي بنت. وي كاين هاد الرواية هادي. وي نوستيك عاود لوح معاك داك اللين اليوتيوب ديال الكوميديا اونغلي اباوت اسلام. بلاتي ها هو راه حلو مازال هنا. ها هو القصة فيها الكثير من التفاصيل اللي قريبة شوية للقصة الإسلامية أختي بالقيس. يعني ماشي داك الشيء يعني حرفيا ولكن قريب. كاين واحد بحال الاساطير ديال اليهود، ملي تبقى تقرا الاساطير ديال اليهود تلقى واحد القرب من القصه الاسلاميه. طبعا الروايات تتبدات كل بحال داك اللعبه ديال التليفون. كاينه واحد اللعبه ديال التليفون انك تتبدا شي قصه تتعاودها لشي واحد هو تيعاود القصه وتتبقى الدور وفي الاخر تيشوفوا القصه الاولى والقصه اللي سالات في الاخر. تتلقى واحد الاختلاف ما بين الروايات ولكن الاصل هو بحال هكا تليفون. طيب نشوفوا. قال لك سيدي الدجال هو الاول، وقبل الدجال بطبيعه الحال كاين المهدي والدجال وسميتو والمسيح. عرفتي الاسلام حاصل واحد الحصله الخوت. الاسلام حاصل واحد الحصله خردوله. الاسلام فيه الخرافات وفيه قصص كاينه في كتب اخرى يعني مآمنين بها ناس اخرين، وقصص مخترعه هو. يعني عندك 3 في قفه مخلطين خردوله تتخرج منهم كل شيء. فالمسيح غادي يرجع، كاين المسيح الدجال وكاين هاجوج وماجوج، وكل شيء مرون في دقه واحده. في علامات الساعه غيطرى هذا الشيء كامل. المهدي ظهر، الدجال خرج، عيسى بن مريم نزل. قتل عيسى بن مريم الدجال لأنه لا أحد يقتل الدجال إلا عيسى بن مريم. أيوة. فإذا قتله علاش عيسى بن مريم علاش؟ راه عيسى ولد مريم، علاش زعما فوق راسو شمعة ولا شنو؟ علاش عيسى بن مريم؟ لأن المسيحيين تيتسناو المجيء الثاني ديال عيسى بن مريم. فهاد الفكرة هذه اللي عند محمد أن المسيح غادي يعاود يرجع، هذا هو السبب. إما راه إسلاميا سميتو مسيحيا مفهومه، اسلاميا غير مفهومه. مسيحيا مفهومه لان المسيح قال للتلاميذ ديالو غادي يرجع وقال لهم يعني كاين واحد الايمان ديال المسيحيين بالمجيء الثاني ديال المسيح باش يجي حاكم وباش يجي هادي وهادي. فالاسلاميا المسيح راه غير رسول من الرسل، وامه صديقه كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر كيف أن يؤفكون. ما عرف رب هذيك. فأنت يعني إسلاميا ما عندها لا راس الأساس، ولكن الإسلام تزرف لأن خدم مجموعة ديال الأمور من المسيحية
خدا مجموعه الامور من المسيحيه وتبناها، من بينها ان المسيح غادي يعاود يرجع، والقصه ديال لونتي كريست ديال المسيح الدجال وداكشي. المسلمين لدرجه انهم تيتحرجوا من كلمه المسيح الدجال، هي راه سميتها المسيح الدجال، ولكن الكثير من الكتب تتلقى كاتبين المسيح الدجال، تيزيدوا عليها نقطه الخاء، تيقولوش المسيح الدجال، زعما المسيح راه زعما زوين وداكشي، علاش نسميوه المسيح الدجال لونتي كريست. فتيقولوا المسيح الدجال، تيقول لك لان له عين ممسوخه فيسمى المسيح الدجال من المسخ، لا نسميه المسيح الدجال، ورا سميته المسيح الدجال، يعني بالعربيه المسيح الدجال، مسيح ليس مسيخ. اجي شي واحد يقول لك وكلاهما صحيح. عيسى ابن مريم وفرح الناس وفتح بيت المقدس وفتحت فلسطين التي كان يختبئ فيها الدجال واليهود الذين معه فيقتلون شر قتلى وينتصر. المسيح الدجال يتخبى في فلسطين، ما لقى حتى شي بلاصه، لقى مشى غير فلسطين، هو مشى لفلسطين تما، حيت تما كاين اليهود، حيت فلسطين فين كاين اليهود، فهو مشى تما لان اليهود اللي غادي يامنوا به المسيح الدجال، فهما مشاو المسيح الدجال مخبي في فلسطين. وين وعلاش باغيين تخرجوا اليهود من فلسطين؟ الا خرجتوا اليهود من فلسطين ما غاديش يقدر يمشي لها المسيح الدجال. علاش تتخسروا الخطه ديال الله؟ خليوا اليهود في فلسطين باش يجي عندهم المسيح الدجال يكرموه. أهل الإيمان وترتفع المعنويات مرة أخرى، ويحكم فيهم عيسى بن مريم وهم في ظل فرحهم، يأذن الله عز وجل أن يقول يأجوج ومأجوج إن شاء الله، فيأتون في اليوم الثاني ويهدمون السد مرة أخرى. فإذا هدم السد وانهار حتى هو يبدا يهرنط دابا، بلاتي نحبسو قبل ما يبدا يهرنط. دابا شوف، دابا المهدي المنتظر ياك جا من بعد المسيح الدجال. المسيح الدجال رون الدنيا، قتل الناس امنوا به، ادعى بانه هو الله، الناس امنوا به، دار معجزات، الله عطاه هذه المعجزات هذه، الله هو اللي داير هادشي كامل المصايد ديال الله، كل شيء هادشي المصايد ديال الله. نزل عيسى بن مريم، اول حاجه دار عيسى بن مريم قتل الخنزير وحطم الصليب، بطبيعه الحال حطم الصليب وقتل الخنزير. ما عرفتش انا، لا علاقه، عيسى بن مريم جاي من السماء باش يقتل حلوف، انا ما فهمتش. فكل شيء لا مزيان. عيسى بن مريم قتل المسيح الدجال، ما عند مريض نباس، كل شيء هو هذاك، الناس زاهيه ياك. هو قال لك كل شيء بخير، عم الفرح، كل شيء ناشط مزيان، الناس عايشه بخير عليها. المفروض شنو هو؟ ان الله حتى هو فرحان، الايمان والمسيح الدجال مات وكل شيء ناشطين ومزيانين وهادي. واش المفروض ان الله يكون فرحان وناشط ولا الله يكون كاعي؟ المفروض ان الله ناشط، لان الخطه ديالو صدقات، كل شيء مزيان، كل شيء فرحان، الناس تتامن الايمان الحقيقي ديال داعش، تكون دوله داعش ديال المسيح. اش دار؟ شنو دار الله دابا؟ خلى ياجوج وماجوج يحفروا السور، وغادي يجيو دابا ياكلون العباد والبلاد. علاش؟ بحال اللي تجي عرفتي بحالاش؟ بحال اللي تجيب شي ناس تدخلهم لشي دار زوينه، تتجلسهم، تتحط لهم الماكله، تتحط لهم هذه، تقول لهم كولوا الدار داركم، كل شيء مزيان، كل شيء هو هذاك. غير هما تيجلسوا تيرتاحوا فرحانين ناشطين، انت تتخرج من الباب وتجيب شي قروه. تجيب شي قروه وتتنزل على ديك الدار. وراه هذه هي اللي تيدير دابا الله، يعني كل شيء ناشط، ما كاين حتى شي مشكل. قال اش ندير؟ ما ندير، ندخل عليهم هاجوج وماجوج. ايوا انت تشوف اخويا مايكل في اي بي، قصه ليلى والذئب على الاقل فيها واحد العبره، فهمتي؟ ليلى والذئب راه فيها عبار وفيها يعني الا حللتيها غادي تستافد. اما بحال هذا الشيء هذا تنضيعوا في حياتنا وصافي. إذا فتحت يأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يدعون إنسان إلا وقتلوه، بل لا أخضر ولا يابس إلا وأكلوه، ولا نهرا ولا بحيرة إلا وجففوها. وهادو من الناس مصوبين، هادو مصوبين من الحجر.
غاديين تياكلوا كل شيء، تيشربوا كل شيء، تياكلوا الربيع مالهم حماق. هادو ياك هادو من بني البشر، يعني هادو من بني ادم داخلين ما كي دايرين هاد الناس هادو. شربوها كلها. يبدأون هم والله أعلم في جهة المشرق من الأرض، يخرجون من تلك البلاد التي الله أعلم بها، فيجوبون الأرض لا يقف أمامهم أحد. وكاي يديروا للبحر، غادي يركبوا في فلوكة. يسمع بهذا، يوحي الله عز وجل بهذا إلى عيسى بن مريم. عيسى موجود ويأجوج ومأجوج خرجوا يشربوا البحر. تصور يجلسوا يبداو يشربوا 70% ديال الكرة الأرضية البحر. وهما شربوا البحر. يلا سيدي هما شربوا البحر. عرفتي البحر شحال عميق؟ كيفاش غادي يقطعوا يهبطوا في الحبال باش يوصلوا زعما لنيويورك ويقتلوا الناس. شحال من قصة في هذه القصة هذه. عيسى معه جيش الإيمان الذين قتلوا الدجال وأصحابه، لكن الله عز وجل يقول لعيسى بن مريم: قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لن يستطيع أحد أن يقاتلهم، حتى أنت يا عيسى وجنودك لن تستطيعوا عليهم. هؤلاء يأجوج ومأجوج غير. ماذا نفعل يا رب إذن؟ قال: حرز عبادي. حرزهم. يدوروا حجابات. اهرب أنت والمؤمنين. أين يا رب؟ إلى الطور، إلى جبل اسمه الطور. اخرج يا عيسى أنت وأهل الإيمان واهربوا إلى ذلك الجبل. واش أنا حمق ولا؟ واش أنا اللي حمق ولا شكون اللي حمق ده؟ واش أنا اللي حمق ولا الله اللي حمق ولا هذا اللي تيهضر اللي حمق؟ وهذا الشيء هذا كامل شكون اللي دارو؟ شكون اللي دار هذا الشيء كامل؟ شكون اللي طلق هاجوج وماجوج؟ شكون اللي الله؟ ايوا علاش دير لنا هذا الحزق كامل وغادي تتفق مع عيسى وراه يجيو عندك واحد الناس وراه انا اللي طلقتهم عليك. يجي واحد الناس وهربوا ودخلوا من هنا واستطاعوا البلانات وداك الشيء. ايوا سد خلي السد. علاش خلقتي هذا هاجوج وماجوج اصلا؟ علاش؟ شنو الدور ديالهم في هذا الشيء كامل؟ علاش هما كاينين اصلا؟ إنا فتنة راه عايشين دابا المسلمين راه سالات الفتنة. راه الدجال مات. واش ما فهمتوش الفيلم؟ والدجال مات، قتلوا عيسى بن مريم. عندنا دابا الدولة الإسلامية، الناس عايشة في الخير والخمير وما خصهم حتى خير. الله اش جا ما يدير؟ اش باغي يدير؟ جا خر عليهم وسط الحفلة. جا قال لك صافي كل شيء هو هذاك، ناضيين مسلمين كل شيء مزيان بخير مؤمنين ما خصنا حتى خير. انا نحل لكم دابا الصورة يجيو هاجوج وماجوج ياكلوكم. راه هادشي اللي دار الله. فما فهمتش انا علاش. انا تيبان لي الله اما حمق ولا واحد السادي باغي يتفرج ويقصار وداك الشيء. ماشي تيبان لي. طبعا الآن هم متوجهون إلى جزيرة العرب، يأجوج ومأجوج مباشرة إلى هناك، لأن في هذه الأرض مهبط الأنبياء، في هذه الأرض أرض المباركة وفيها الملاحم وفيها كل شيء، من جنوبها إلى الشام شمالها. هذه الأرض كل أحداث التاريخ والساعة فيها، فيتوجه يأجوج ومأجوج إليها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تخيل أشكالهم. من بين الجبال يخرجون، من كل يخرجوا من بين الجبال، لأن هما وسط بين الجبال، لأن مسدود عليهم بين الجبال. يعني هما كاينين دابا فين هما؟ أنا نعاود ليه داك السؤال الأول، فين هما هادي يأجوج ومأجوج؟ فج في الأرض يسيرون، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يوم يأذن الله عز وجل فيموجون ويختلطون في الناس اختلاطا، يقتلون البشر جميعا، وكلما دخلوا قرية أفسدوها ودمروها، من قرية إلى أخرى، من بلد إلى آخر. وعيسى بن مريم أخذ المؤمنين وأسرعوا إلى الجبال. ماذا يفعلون؟ كيفاش يمشيوا للجبال؟
زعما انت هاجوج وماجوج اللي جايين بحال الجراد، انت غادي ينفعك الجبل؟ ولا كان ينفع الجبل ينفع حتى الناس اللي عايشين في الجبال في المغرب. يدعون الله جل وعلا، يستغيثون بالله، ما عندهم حتى الطعام قليل، حتى الزاد قليل. عيسى وصحابه يقدروا يطلعوا للجبل، ولكن هاجوج وماجوج ما يقدروش يطلعوا للجبل، رجليهم قصار. ويمكث يأجوج وماجوج في الأرض ما شاء الله. في ذلك اليوم من لم يكن مع المؤمنين وعيسى بن مريم ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع أمام تلك الأمة من الأمم؟ واقترب الوعد كثرتي التهرنيطه صاحبي وصافي. قول لنا اش كاين وسد الفيديو هذا، يبقى دوز لنا 4 ديال الفيديو بالتهرنيط. حق أي بخروج يأجوج ومأجوج. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الناس يصيحون، الناس يبكون، لكن ما ينفعهم، كل هذا لا ينفعهم. يصل يأجوج ومأجوج إلى بحيرة اسمها طبرية، فيبدأ ديما هو الإسلام كله فيه بحيرة، ديما تتسمع بحيرة بحيرة بحيرة، يعني ما كاينش بحر، ديما بحيرة بحيرة. هضر لينا على الأبيض المتوسط، هضر لينا على المحيط الأطلسي، هضر لينا هادي ديما هما بحيرة واد بحيرة واد بحيرة واد. يشربون الماء منها، ويأتي الذين بعدهم هم أفواج، هم أمة عظيمة يدخلون ويشربون ويشربون ويشربون، حتى إذا وصل آخرهم إلى هذه البحيرة قال قد كان في هذه ماء. يوم من الأيام كان في هذه البحيرة ماء، لكن جفت البحيرة كلها. ديما انتقلوا في الأرض كلها. تخيلوا، لا يدعون طعام، لا يدعون بيت إلا دخلوه، ولا مسجد. دابا انت بانت لك في البوله، واحد هاد جا زعما سول قال لك ما كيبولوش، يعني كاع المشاكل اللي قد الديناصور ما بانتش لك، بانت لك واش ما تيبولوش، انت كاع ما كنتي متبع معنا. كان الا اقتحموه، ولا انسان الا قتلوه، ولا اخضر ولا يابس الا واكلوه. اي امه من الامم هذه؟ ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فسادهم عظيم. وعيسى بن مريم الان يدعو ربه عز وجل. عيسى بن مريم يرفع يديه والمؤمنون يؤمنون، يدعون الله جل وعلا، حتى صار الطعام قد. أنا عندي واحد السيناريو أحسن من هذا اللي دار الله، يعني هو أصلا السيناريو ما عنده لا راس الأساس، ولكن عندي واحد السيناريو أحسن. يعني علاش مهبط عيسى ومسخسخو وداك الشيء؟ كنت تصيفط يهاجوج وماجوج ياكلوا الدجال وسالينا انت مخلي الدجال تيعربط في الارض، ما حلوا التقوى، مخلي الدجال تيعربط في الارض، ما كاين اللي يقدر عليه. وهذا مهبط عيسى مسخسخو مسكين، وعيسى دار خدمته، خليه يتبرع دابا ياكل البنان والافوكا وينكح في الجنه. مهبطو انت مسخسخو باش يقتل الدجال، ومن قتل الدجال طلقتي عليهم انت هاجوج وماجوج، وقوالبي مع راسك الله والله العظيم ماشي في شكل. علاش طالق؟ علاش داير ليه العصافر الرويضه مسكين؟ قليلا عندهم، ونفد الزاد عند عيسى بن مريم وأصحابه، فدعا الله جل وعلا أن يخلص الأرض من يأجوج ومأجوج. ثم أمر عيسى بن مريم أصحابه: من منكم ينزل عيسى ربو حمق، عيسى براسو ربو حمق. يعني دابا الله هو اللي طالق عليهم هاجوج وماجوج، فعوض ما يقول لله وربي علاش طلقتي علينا هاجوج، انا نورمالمون كنت انا عيسى كنت هذا هو السؤال اللي نسول الله، نقول له وربي علاش طالق علينا هاجوج وماجوج، واخا بالك باغي فينا الخدمه، هذه هي اللي نقول لله. ولكن عيسى تيطلب الله ينجيه من هادوك اللي هو طلقهم عليه، بحال هادوك اللي طيب لا ما ندخلوا في السياسه دابا الكريمات وداك الشيء. يرى الخبر ما الذي حصل؟ لا زالوا موجودين أم قضى الله عز وجل عليهم؟ من منكم ينزل وهو خير من على الأرض اليوم؟ من ينزل وهو رفيقي في الجنة؟ لا أحد. الناس خايف. بغى يسل اليوم القردة المسيح مريق
المسيح دير الكلمه مريقل، قال لهم شكون يهبط عند اجوج وماجوج ويكون رفيقي في الجنه. والقواده نايضه باغي يزرف الناس. اوف خطير هذا السيد هذا والله. لا حتى قام رجل هو من خير الناس يومئذ دينا وأمانة وشجاعة، فإذا به يخبر عيسى بن مريم أنني سأنزل. وفعلا نزل هذا الرجل من عند عيسى بن مريم من الجبل من الطور، نزل إلى الأرض ينظر. تعرفون ما الذي حصل لأولئك القوم؟ ما الذي حدث ليأجوج ومأجوج؟ أرسل الله عز وجل عليهم جنديا من جنوده. ملك؟ لا. إذا ملائكة؟ أيضا لا. تيدير لنا التشويق دابا، فهمتي؟ ملك؟ لا. جني؟ لا. ملائكة؟ لا. شنو صفت؟ ما الذي أرسله الله عليهم؟ ريح؟ لا. لا. دبانة؟ عواصف؟ لا. براكين؟ لا. لا. قنابل؟ لا. زلازل؟ لا. لا. أرسل عليهم النغف. نسدونا الفيديو صافي، راه عرفتوا دابا شنو صيفط عليهم النغف. ديما عندهم هذا الكلام الخرائي ديال الجزيره بحال هكا. وما النغف؟ دود يوجد في آذان الإبل والأنعام. طبيعة الحال نورمال غادي يكون في ودنين ديال الجمال. فين غادي يكون؟ راه إلى الصحراء وإلى البعير. كيف فين يكون منين هاد الدود هذا؟ فين غادي يكون؟ يكون في الودنين ديال الجمل ديال الناقة، يتلائم مع سماحة الإسلام. بالأمراض هذا الدود أرسله الله عز وجل على هذه الأمة من أبناء آدم وهم يأجوج ومأجوج. انتشر المرض هذا فيهم فأهلكهم الله عز وجل كنفس واحدة، صرعى قتلى كلهم كما يقتل إنسان واحد كنفس واحدة. وعلاش هذا الصداع كامل؟ وعلاش هذه الروينة هذه كاملة؟ علاش؟ فوالا السؤال في الاخر هو علاش هذا الشيء كامل؟ هذا السيناريو هذاك تيفكرنا بالسيناريو ديال الخالق وديال الشيطان وتاكل كل العنبه وما سجدش والروينه. علاش داير هذا الشيء هذا كامل؟ الله يعني بحال الله تيبغي يبين لنا بانه مكلخ، ولا تيبغي يبين لنا بانه غاتيضحك معنا ولا شي حاجه والناس متيقه. يعني لم يمت جزء ثم جزء ثم جزء، لا كلهم ماتوا صرعى، صاروا كنفس واحدة. فلما رأى هذا الرجل الأرض كلها، شاف من بعيد الأرض مملوءة بالجثث، الأرض مملوءة بنتنهم، أسرع إلى عيسى بن مريم يخبره: يا نبي الله، يا روح الله، يا عيسى بن مريم. أهلكهم الله عز وجل. فاستبشر أهل الإيمان وفرح المؤمنون الصادقون، ونزلوا من الجبل مرة أخرى إلى الأرض، فوجدوا الأرض على مد البصر كلها جثث، الرائحة قد أنتنت، الجيف قد تعفنت، زهمهم ونتنهم قد ملأ الأرض كلها. جاب لي النعاس في هذا الاخر ديال الفيديو، والله الا جاب لي النعاس. عرفتي تنسمع دابا انتنات وداك الشيء وتنقمع. أي حياة ستطاق الآن في الأرض؟ ما في حياة. فرفع عيسى بن مريم يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل أن يخلص الأرض من نتنهم. تيطلب الله اللي هو داير هذه المشاكل كاملة. يعني الله هو مول المصايب كاملة، هو اللي تنطلبوه. يعني هو مول المصايب وهو اللي تنطلبوه. اللهم نسكت وصافي، غنبدا ندخل عاوتاني في داك الشيء ديال الكريمات. ومن زهمهم فأرسل الله عز وجل طيور أعناقها كالبخت. هذه الطيور العظيمة جاءت البخت تحمل هذه الجثث والناس ينظرون. تخيلوا آخر الزمان. بحال شي فيلم، فهمتيني؟ طيور كبار تهز الجثات وغاديين وداك الشيء. شويه غادي تبدا تبان الكتابه، غادي يتسالى الفيلم. الطيور تحمل هذه الجثث وتبعدها، تحمل هذه الجثث وترميها في البحر لتنظف الأرض منهم. لكن الأرض إلى الآن ما نظفت،
لا زالت دماؤهم ونتنهم وقدرهم، الطيور شالت الجثث، لكن الأرض لا زالت ملوثة. دابا عندهم مشاكل دابا غير تقنيه، دابا المشاكل الاخرى كلها تحلات، بقات غير المشاكل التقنيه. مازال الخرواني هاجوج وماجوج والبول ديالهم والدم وداك الشيء، يعني باقي عندنا دابا هذا المشكل هذا. الله عنده مشكل جافيل دابا. أرسل الله عز وجل مطرا غسل الأرض كلها، ثم بدأت الأرض ببركتها مرة أخرى. يحل ديما المشاكل بالماء. هؤلاء هم قوم سموا يأجوج ومأجوج. كيف الخلاص منهم؟ أن يتمسك الإنسان بدينه، أن يتشبث بعقيدته، أن شتي ديال الكلمة الخلعة، غتبقى أنت مخلوع، ما كاين لا مهدي لا دجال لا عيسى وأنت باقي مخلوع بيأجوج ومأجوج، يعني أنت غتبقى حياتك كاملة مخلوع ناري راح حفروا واحد الحفرة. مؤمنا ويعلم علم اليقين أن هذا الأمر حق، وأن ما ذكره القرآن صدق لا مرية فيه، وأنه من أراد أن ينجو من يأجوج ومأجوج يجب أن يتعلم العلم الشرعي، يتعلم اللي بغى النجاة من هاجوج وماجوج يتعلم العلم الشرعي. خاصكم تتعلموا، خصنا نديروا حلقات ديال العلم الشرعي في الغرفة باش الإخوان ديالنا يقدروا ينقدوا رواحهم من هاجوج وماجوج. القرآن، يتعلم السنة، نعلم أولادنا هذه القصص، فلربما واجهوا يوم من الأيام أولئك القوم. سمعتوا واش تسمعوا ولا ما تسمعوش؟ انا نجيب دابا وليداتي ونقول لهم سمعوا وليداتي، راه خصني دابا نوجدكم حيت تقدروا تلاقاو مع هاجوج وماجوج. شكون هاجوج وماجوج ابا؟ انا نشرح لكم شكون هاجوج وماجوج. واحد السيد سميتو جوج قرون كان غادي في الطريق ويتلاقى، مشى حتى الاخر ديال المغرب، ناري مشكل من الاول وانت تتبدا في المشاكل. المهم وصل عند واحد الناس اخرين كانوا تيعربطوا عليهم، وهو يبني واحد السد ويسد عليهم، وبداو تيتقبوا كل نهار تيتقبوا وتينساو ما تيقولوش ان شاء الله. ودابا هاد الناس هادو راه يخرجوا في اخر الزمان وغادي ياكلوا كل شيء، وهادي هما راه دايرين بحالنا ولكن ماشي بحالنا، عندهم عينيهم صغيرين وتراميهم مدورين. زيد ولن ينجو إلا من كان في صفوف عيسى بن مريم عليه السلام الذي يحكم الأرض في ذلك الزمان، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. صعب ننساها ورز عليها، لا علاقة. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، خصو يقول انساها. ويضع الجزية وينشر العدل والأمن بين الناس. لن يقدر أحد على مواجهة يأجوج ومأجوج، سيهلكهم الله جل وعلا بأحقر جنوده، دود يسمى النغف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قصة من القصص. هذه الحكمة القصة كاملة، هو الله دار هاجوج وماجوج وهو اللي غادي يقتلهم بالدود. هذه الخلاصة القصة كلها من بدات. الله صوب هاجوج وماجوج ويقتلهم بالدود. شتي على حكمة؟ حسيتوا بالخشوع؟ شكون اللي بدا تيبكي دابا وداك الشيء؟ ونوض تصلي لك 2 ركعات. واحد مسكين جا قال لنا الاسلام تيضركم. دير انتم المسلمين اللي تيضركم الاسلام، يحما حنا راه خرجنا منه وتهنينا. حابس الحزقه من الصبح باش تصلي بها العشاء. وعبرة من العبر وحديث من الاحاديث. نلقاكم صعب ننساها ورز عليها، لا علاقه. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، خصو يقول انساها. ويضع الجزية وينشر العدل والأمن بين الناس. لن يقدر أحد على مواجهة يأجوج ومأجوج، سيهلكهم الله جل وعلا بأحقر جنوده، دود يسمى النغف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قصة من القصص. هذه الحكمة القصة كاملة، هو الله دار هاجوج وماجوج وهو اللي غادي يقتلهم بالدود. هذه الخلاصة القصة كلها من بدات. الله صوب هاجوج وماجوج ويقتلهم بالدود. شتي على حكمة؟ حسيتوا بالخشوع؟ شكون اللي بدا تيبكي دابا وداك الشيء؟ ونوض تصلي لك 2 ركعات. واحد مسكين جا قال لنا الاسلام تيضركم. دير انتم المسلمين اللي تيضركم الاسلام، يحما حنا راه خرجنا منه وتهنينا. حابس الحزقه من الصبح باش تصلي بها العشاء. وعبرة من العبر وحديث من الاحاديث. نلقاكم ان شاء الله اذا احيانا الله عز وجل
في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم. سير الله يغفر